حياكم الله يا جماعة بهذا الدرس الجديد على قناة أبو العراق. بهذا الدرس حنشرح لكم عن شات جديد، برنامج شات للآيفون بس، لكن درس قادم إن شاء الله حنعلمكم شلون نحمله على الآيباد والآيبود. اسمه الشات، اسم البرنامج BBM، نزل على الأب ستوري قبل 3 أيام. على هذا البرنامج جدا جدا جميل، سوينا جروب على اسمه لمة أبل / الحبايب، نشرح البرنامج هسه. برنامج جدا جديد جميل. طبعا بالخيارات أول ما تفوت انت حيقول لك عندك حساب بالشات مال بلاك بيري مال BBM، أو سوي حساب. انت اذا كان عندك حساب بالBBM الخاص بالبلاك بيري دوس عليه، اوكي، واذا ما عندك دوس على ساين اوت. روح على BBM بعد ما تسوي حساب وتكتب ايميلك واسمك والمتطلبات اللي يطلبها منك البرنامج. يطلع لك هذا حسابي، مثلا انا حسابي على BBM اسمي ياسر الياس. طبعا برنامج جدا جميل. حيطلع لك بالخيارات هاي 3 خطوط ندوس عليها، حيطلع لنا الخيارات مثل الأول شات، والثانية إذا أنت مسوي جروب ما عندي أنا واحدة جروب، والأبديت يعني الآباء اللي يجون جدا، والجروب والمثل يعني الإضافة. نروح على الجروب. هذا الجروب أنا مسوي الجروب تقدر تنشر به صور والناس تعلق عليه، تقدر تضيف أعضاء تسوي شات في شيء طبيعي. مثل هذا الشات بيه لحد الآن الجروب 22 عضو. هذا الجروب مثلا نشر هذه الصورة، جت عليها 4 تعليقات مثل الفيسبوك تقريبا، وهنا الشات. طبعا انصح الكل بانه تحمله، واللي عنده ايباد وما عنده ايفون تقدرون تحملوه، لكن جانا مسج تقدرون تحملوه لكن الطريقة، وان شاء الله بدرس قادم نسوي طريقة نقل برنامج من الايفون للايباد بدون تسجيل الحساب بالايفون، فقط نقل البرنامج. الجروب فشي وانسى. طبعا هذا روح على الاعداد الشات هنا، القسم الشات يعني المسجات، وهنا كونتنت يعني الاصدقاء يعني الجروب، وعلى الجروب هذه الجروبات اللي عندك، وروح على هاي سيتنج وفيزبل تو BBM، وعندنا كريت نيو جروب وجوين الجروب. طبعا هذا كل ما عندنا بهذا الفيديو. اتمنى نزوركم لنا على تويتر ابو لافرز، وعلى الانستغرام ابو لافرز 1، وعلى فيسبوك ابو لافرز، وعلى يوتيوب ابو العراق.